المهم، أمريكا بقى بلد الحريات ما زالت بتمارس أنماط مختلفة من تسليع المرأة والإتجار بالبشر، حتى ولو كان بشكل مختلف وشيك شوية عن زمان. أنت أوروبي أبيض وأشقر أو من الجماعة اللي ما يتسموش، فأهلا وسهلا بيك، شرفت أرض الأحلام يا عم. أما لو كنت شخص أفريقي أو عربي أو آسيوي أو من أمريكا اللاتينية، فأنت غير مرحب بيك، وانت اصلا جاي عشان تخرب البلد. لو انت شخص لا ديني او ملحد او حتى بتعبد السجاد بتاع بيتكم، فانت زي الفل، دي حريتك. اما لو انت شخص مسلم فانت محطوط تحت النظر، وانت متطرف وبتمارس عليك افظع التعديات. عادي تكون ماسوني او مزوخي او سادي او متحول او بسكليتة وتحتفل بيوم الفخر، او حتى تكون كلبة بلدي وتعمل كل رذيلة نفسك فيها وتشجع الناس عليها كمان ومعاك كل الدعم. لكن انك تنتقد ده او تدعي الناس للفطرة السوية والطبيعة البشرية، فانت انسان متخلف راديكالي ضد الحريات ومش بتتقبل الاختلاف. تكون احسن واحد لو بتدعم الكيان وهيتم حمايتك وتاخد كل حريتك، فانت لو هتدعم فلسطين فانت انسان متطرف ومعادي كمان للسامية، ووحش جدا يا اخي، ومفيش في قلبك رحمة.